خمس سوايع وانتي واقفه في ديك الكوزينه، كرعيك يطيبوا عباد ربي، تريحي في ديك الطابله كاش ما يا ربي يشوفوا داك الفن، يحترموا هذاك الفن. الله نوعتي في ديك الطابله، عصرتي مخك وعصرتي اليوتيوب. 5 دقائق وينوضوا، لا حشمه لا قدر. 5 دقائق ما احترمتوني، ما احترمتو الفن تاعي، ما احترمتو كاش غنقلب عليكم الطابله. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير والصحه تاعكم تكون لاباس. اليوم حبوباتي وليت لكم فيديو تحفيزيه 100%. يعني سمحوا لي على بالي غبت بزاف عليكم، لكن الله غالب. يعني كل واحد وكل انسان وظروفه، بصح كي يكون عندي الوقت اكيد ما راحش نغيب عليكم نهائيا. المهم ابداو لنا الفيديو بهذيك الجيم نتاعكم وبهذوك التعليقات الايجابيه اللي ما تصدقوش قد ما نفرح كي نقعد نقرا فيهم. ونرحب كامل المشتركات اللي التحقوا بينا جدد، نقول لكم يا اهلين وسهلين، نورتوا القناه وعائلتنا بكم تكبر. اما مشتركاتي حبوباتي الوفيات نقول لكم ربي يخليكم ليا وربي يحفظكم وربي يطيب عشرتنا يا رب العالمين. بالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوني، واش راكي تستناي؟ اضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس هكذا باش يلحقك كامل جديد نتاعي وتنضمي لعائلتنا الصغيره. كما العاده والعوايد قلتها لكم وحنعاود لها لكم، عائلتنا الصغيره تكبر بوجودكم وبحضوركم. حبيباتي فيديو نهار اليوم تحفيزيه كما راكم تشوفوا. صباح الميناج اللي راكي كما يقولوا مازال ما بديتيش ما لميتيش دارك، واش راكي تستناي؟ نوضي ديري هذاك الميناج الله باش تنقي دارك وباش تحسي بهذيك الراحه. يعني حتى واذا ما كانتش كما يقولوا عندك الماء ولا ديري ميناج خفيف. خلاص يا البنات كما درت انا، يعني احنا ما عندناش الماء، درت مسحت غير الغبره. هذا ما كان كما راكم تشوفوا، درت الصابون الجافيل ومسحته. حنعاود نزيد نمسح بالماء، خاطرش انا مستحيل اني نمسح بالصابون وما نعاودش بالماء، خاطر البنات كيما نعاودش بالماء تبقى لي كي يبقى هذاك الغبش في لادار، كلي ما مسحتي ما درتي والو. ومن بعد حندير الصانيبو كما يقولوا اللقطه المثاليه، الرائحه الاخيره اللي تحسي باللي صح راكي تعبتي. درت صانيبو برائحه الورد كما راكم تشوفوا. حنزيد نعاود نمسح ومن بعد نعاود نرد كل حاجه لبلاصتها عفوا. يعني هذا واش درت، وان شاء الله الايامات هذو رايحه نبدا معاكم تحضيرات رمضان. يعني بزاف راهم يبعثوا لي في الفيسبوك واش راكي واش بيكي ما بديتيش معنا تحضيرات رمضان. يعني شوفوا البنات، صح انا الخطره هذه طولت بزاف، لكن باذن الله الايامات هذو حنبداو حنبارطاجي معكم حاجه بحاجه اذا كنا من الاحياء اكيد. هنا حبيباتي يعني بعد ما كملت راني كنت مسحت كامل الديار، يعني ماشي غير الصاله، انا صورت معكم هكذا برك مقتطفات وراكم تشوفوا في الاجواء. يعني الايامات هذا الحال شويه راهو سخون. فتحت الطيق وفتحت البيبان هكذا باش تتهوى الدار وباش تخرج الطاقه السلبيه وتدخل الطاقه الايجابيه. اخر حاجه راح نعاود نفرش، حنعاود نرد كل حاجه لبلاصتها. واللمسه الاخيره حندير هذيك الريحه تاع الدار. شوفوا هذه الريحه بذوق الفرازيه البنات، يعني عندها واحد الرائحه سبيسيال بزاف تعجبني. وكل وحده دير الرائحه اللي مولفه ديرها هكذا. ونكونوا كملنا الميناج تاعنا تاع نهار اليوم خفيف ظريف. نروح حنشارك معكم اجواء الاحتفال بيوم الشهيد في كليه العلوم الانسانيه. كما راكم تشوفوا يعني الله يبارك، انا نحب بزاف احياء كما هذه المناسبات. يعني شوفوا واش حطوا الصور تاع الشهداء كامل وداروا الاغاني هذوك البنات كما كنتوا سمعتوا. كنت قادره اني نخليكم تسمعوا بالصوت والصوره، لكن الله غالب. يعني على بالكم باللي اليوتيوب يعاقب وحقوق النشر ما نقدرش اني نحط اغنيه خاطيتني. يعني باتم ومعنى الكلمه حاولوا يرجعوهم التاريخ الوطني الجزائري وشفت على الجزائر من الاستعمار حتى اليوم الاستقلال. يعني لو كان ما كانوش هذا الشهداء اللي ضحوا، الشهداء والشهيدات والمجاهدين اكيد، لو كان ما جاوش هما اللي ضحوا بحياتهم، لو كان ما جاوش هما، لو كان رانا اليوم ما نشف النعيم والحريه اللي رانا نعيشوها. كاين بزاف ما يعرفوش معنى الحريه لخاطر ما ذاقوش معنى الاستعباد ومعنى انه انسان يسلبك حريتك. بس نقول لكم حاجه،
باللي الحرية هي نعمة من عند ربي سبحانه ولازم احنا نحافظوا عليها. يعني لو كان ترجعوا شوية للورا وتشوفوا التاريخ تاع الجزائر وتشوفوا وش فات عليها، وتشوفوا وش صرا فينا من الاستعمار، من ضحايا، من مجازر، من استعباد، من كما يقولوا جرائم وظلم إلى آخره، يعني من الحوايج. ربي يرحم الشهداء بهذه المناسبة. وإن شاء الله كما يقولوا عاشت الجزائر حرة مستقلة. أكثر من 1.5 مليون شهيد ضحوا باش اليوم الجزائر تكون شامخة وتكون مستقلة والعلم تاعها يرفرف الفوق. لذلك احنا وش علينا أنه نحافظوا على هذه الحرية. دوكا حبيباتي نوليو للكوزينة، يعني درت لكم شوية هكذا شوية هكذا شوية هكذا. دوكا رايحة نشارك معكم واحد الوصفة تهبل. يعني هذه الوصفة صدقا يا البنات دارتها الأخت تاعي، كما على بالكم دايما نبارطاجي معكم الوصفات تاعها ويعجبوكم، لذلك كي رحت عندها قلت لما لا ما نبارطاجيش معهم هذه الوصفة الاقتصادية والبنينة في نفس الوقت. وش رايحة تحتاجي فيها غير الشيفلور ولا البروكلو، كل واحد كيفاش يقول. تحمي تقطعيه وتجيبي في كاسرونه ولا كوكوت ولا وش عندك، ديري شويه تاع الماء وزيدي معاه ورقه تاع الرند وشويه تاع الملح وخليه يغلى حتى تتنحى منه هذيك الريحه ويزيد يطيب. يعني الرند رايحه ينحي لك هذيك الريحه تاع البروكلو. ورايحين نبداو نديرو لاصوص تاعنا. واش راح نحتاج في قدره ديري حبه تاع بصل ولا نصف حبه تاع بصل مع ربع سنينه تاع الثوم، ملعقه تاع الزبده والتوابل. واش عندنا الملح، الكزبر، راس الحانوت، الكركم، الفلفل الاسود. هذو هما كامل الحوايج اللي درت. هنا رايحه نقص للنار ورايحه نخليها تتقلع. انا طيبت هنا في القدره نتاع الطين، يعني بنتها ما شاء الله بزاف اللي سقساوني اسكو بنينه بنين طيابها، يعني بنينه ما عندي وش نحكي لكم. واول استعمال ديروا لها الحليب ولا ديروا لها بيتوها في الماء، يعني كل وحده كيفاش، يعني ما راحش تطرطق لكم ما والو، غير نقصوا لها وطيبوا عليها وتجيكم الماكله بنينه فيها واحد البنه سبيسيال. ومن بعد البنات درت الحمص وخليتها تتقلى وراني نمرق غير بالماء السخون، يعني نمرق شويه ونخليه يتقلى في غرضه. من جهه الشفلور تاعنا ولا البروكلو تاعنا حتى هو راهو قريب يطيب. هذا الوصايه البنات لك الحاصلين ليه وانتي درتيها وكما يكون عندك والو لا دجاج لا والو، بشويه حوايج برك غير بالشيفلور وانتي درتي حاجه الله. هنا راح نزيد نديرو السلطه كما راكم تشوفوا. الكرم رانا درناه يتفور. ومن جهه رايحه نحكي لكم على واحد الاخت يا البنات، هذه مشتركه متتبعه دخلت عندي وقالت لي اذكري اسمي في فيديو. المهم ومن بعد رجعت وقالت لي باللي ربحت عليك. راكم تقراو في التعليق يا البنات. قلت لي باللي كنتي فال خير عليا وربي يرزقني بالحمل، ادعي لي ربي يكمل لي ويرزق جميع المسلمين. حبيبتي ربي يكمل لك وربي يتمم لك الحمل تاعك وربي يرزق كل محروم من الذريه الصالحه يا رب العالمين. خاصه في هذه العواشر، يعني راني ندعي لكم وحده بوحده ربي يفرحكم كامل. يعني هذا التعليق صدقا البنات فرحني بزاف وفرحت الاخت هاجر. يعني ربي يكمل لك حبيبتي، وراني شفت التعليق تاعك راني دعيت لك من قلبي انه ربي يكمل لك وربي يرزق كل متمنيه. شوفوا حبيباتي نوليو للوصفه تاعنا. البروكلو تاعي ولا الشيفلور بعد ما طاب حكمت هنايا عبست عليه ولا كما يقولوا هكذا، يعني فتته بالفرشيطه ومن بعد نحيت له كامل هذاك الماء وكورته هكذا دوائر كما كنتم تشوفوا متماثلين، يعني عينك هي ميزانك. ومن بعد رايحه نرمدهم في البيض، يعني صفار البيض زدت شويه تاع الملح ورايحه نزيد نعاود نرمدهم في الفارينه. وراني درت الزيت يعني تسخن من قبل، رايحه نقليهم. يعني هذا وش فيهم. والمرقه تاعهم البنات راهي قريب طابت، يعني دوكا كلش واجد. حاولوا حبيباتي كي تجيو ديروهم في المقلايه تقلاو تهزوهم غير بالعقل هكذا باش ما يتفسدش الشكل نتاعهم. هنا كما راكم تشوفوا راني حمرتهم منا ورايحه نزيد نعاود نقلبهم يزيدوا يتحمروا من الجهه الاخرى ويكونوا واجدين معنا ويكونوا طيبين. يعني الشيفلور تاعكم ثاني البنات بلا ما ننسى لازم ديروا له شويه تاع الملح، يعني ما كان فيه حتى تابل من غير الملح. هنايا قلبتهم باش يزيدوا يتحمروا من الجهه الاخرى ويكونوا واجدين. يعني حنحيهم، حاولوا انكم تخليوهم يكثروا شويه من الزيت ومن بعد نضيفوهم مع المرقه.
ومن جهة أخرى أكيد المائدة الجزائرية ما تحلاش بلا السلطة. كما راكم تشوفوا البنات زدنا غسلنا سلطة وجدناها، دوك نديرو هكذا سلطة خفيفة ظريفة، يعني غير بالكرم والسلطة وشوية تاع الزيتون وربي ورحمته. كما راكم تشوفوا هاي لكم سلطة اللي درناها، درنا شوية تاع سلطة حشيش وشوية تاع الكرم هذاك اللي كنا فورناه، وشوية تاع الفلفل كان طايب عندنا أصل مطفل، ومع تزيين بسيط هكذا بالبيتراف والزيتون وربي ورحمته، نعمة وفضل من عند ربي سبحانه. هنا البنات رايحه تشوفوا الطبق تاعي في الشكل تاعو النهائي. شوفوا هذوك الحبات تاع الشيفلور بعد ما طابوا يعني جايين طيبين زبده، واللي تحب تزيد تحشيهم بالفرماج يعني دوكا انتي واختيارك وانتي والذوق نتاعك. انا عطيتك الفكره وانتي تفني فيها كيما حبيتي، يعني دوكا كل واحد كيفاش يحب. نروح نشوفوا مع بعضنا صحن التقديم. بسم الله ما شاء الله حبيباتي، يعني وصفة تبل 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 بالبزاف، بنينة ما عندي ما نحكي لكم فيها، واقتصادية. وهذاك البروكلي ولا ذوك الكرية تاع الشيفلور ما يجيوش خلاص ناشفين، يجيو مشمخين مع هذيك لاصوص. وزدت لهم كتزين بسيط البطاطا على شكل وردات هكذا البنات. هذا هو الطبق تاعي تاع نهار اليوم، هذا هو العشاء تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي نهار اليوم، وان شاء الله تسيوها. واذا سيتوها ما تنسوش تبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام تاعي ولا الفيسبوك تاعي، راهم نفس اسم القناه ونفس الصوره، بزاف راهم يحوسوا عليهم. راني دائما نقول لكم بلي راني نخليهم لكم في صندوق الوصف. وذوك نكونوا لحقنا نهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله حبيباتي، دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فيديوهات مقبله باذن الله العلي العظيم. واي حاجه راكم حابين تشوفوها في قناتي خلوا لي برك في التعليقات، وانا اكيد راح نلبي لكم كامل طلباتكم. مع السلامه حبيباتي.